السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبسعادة وبخير. كل سنة وانتم طيبين يا رب، ويجعل ايامنا كلها هنا وسعادة، ويجعل بيوتكم دايما عمرنا بالخير. النهاردة فيديو جديد هعمل معاكم طريقة عمل الكسكسي بأسهل طريقة. اول حاجة تعالوا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اول حاجة حبيبة قلبي تنخلي الدقيق، وبعد كده تجيبي حوالي معلقتين كبار من الملح ونحطهم على الدقيق بالشكل ده. بعد ما حطينا الملح على الدقيق بكون محضرة مية جنبي، مية من الحنفية عادي جدا، بس ما بحطهاش مرة واحدة زي ما انتوا شايفين. انا برشرش كده بالكوباية والف في الدقيق زي ما انتي شايفة كده حبيبتي. ايد بترش وايد التانية بتلف الدقيق عشان ما يكلكعش معاكي، وترشرشي رشات بسيطة عشان الدقيق يعمل معاكي حبيبات ويبقى زي الفل. تمام. هنا انا مش هديكي مقدار معين للمية عشان كل دقيق غير التاني. ممكن دقيق معاكي ياخد 3 كوبايات، ممكن 4. فدي ملهاش مقدار، ايدك هي اللي هتبقى ليها المقدار. تمام. كده انا خلصت الكسكسي. بيبقى شكله عامل كده اهو، واول ما تضغطي عليه يبقى عامل زي الرملة معاكي بالشكل ده. كده انا وصلت للقوام المظبوط بتاعه. يبقى دي اول خطوة. تاني خطوة بقى البس. هتبتدي ان انتي تبسي الدقيق بالشكل ده على راحة ايدك كده من جوه، تفضلي تبسي فيه تنعمي معاكي الكسكسي عشان يطلع بعد كده مخرز معاكي، وكمان يطلع خفيف. تمام. فالمرحلة دي مرحلة البس مهم جدا 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 عشان تاكلي احلى كسكسي من ايدك. خلاص. في ناس بتعمله في الكبة، بس انا بصراحة بحس ان الكبة بتعمله زي التراب، مش بيطلع محبحب وحلو كده زي الكسكسي بتاع زمان اللي كنا بناكلوه زمان. تمام. فانا بعمل كده، بس بتاخد منك شوية حلوين يعني. بعد كده هجيب المنخل السلك او الديارة زي ما بيسموه، وهبتدي ان انا اجيب الدقيق بتاعي حبة بحبة بالشكل ده، عشان في المرحلة دي هبدأ ان انا انخل الدقيق بالمنخل السلك عشان ينزل لي بقى الحبيبات الحلوة الجميلة اللي احنا بنشوفها في الكسكسي. زي ما انتوا شايفين هبتدي ان انا الف الدقيق معايا. طبعا انا كل اللي انا بعمله ان انا بلف بايدي بس. هتلاقي بسم الله ما شاء الله بينزل معاكي حبيبات اهو، حلو قوي وناعم. وهتلاقي الدقيق معاكي كده خفيف، وان شاء الله باذن الله لو عملتيه بطريقتي مش هيطلع معاكي ملكوم ولا اي حاجه. في ناس بتقول انها بتحط على الكسكسي خميره او بيكنج باودر، بس غلط يا جماعه. ما ينفعش طبعا، ولا احط ده ولا احط ده. كل اللي انا هعمله ان انا هبتدي ان انا انخله بالمنخل السلك والف فيه كده. هينزل بسم الله ما شاء الله عليه حبيبات وخفيف جدا معاكي وزي الفل. عشان ما اطولش عليكم الفيديو، انا سرعت الفيديو وبدأت ان انا انزله بالمنخل السلك. وانا اخلصه خالص وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني حبايبي بعد ما برمت الكسكسي كله وخلص معايا. بعد كده بجيب زيت واحط شوية قد مثلا 3 معالق كبار. الزيت ده مهم جدا عشان يخلي لي الكسكسي كل حباية بعيدة عن بعضها كده، وما يبقاش لازق في بعضه ولا الكسكسي مكتوم معايا. تمام. وبعد كده بتوه الزيت في قلب الكسكسي والفه كده لفتين براحة ايدي، وكده يبقى جاهز معايا. هنا بقى بجهز حلة عشان انا ما عنديش حلة كسكسي. لو انت عندك الحلة بتاعه الكسكسي تمام. انا عشان ما عنديش بجيب الحلة دي مخصصة لعمل الكسكسي، وبجيب معلقة تمام، وبحطها جوه الحلة الاول. وهقولك فايدة المعلقة دلوقتي ايه. وبعد كده بجيب حبة دقيق والفه كده واعمل عجينه كده بالميه، عجينه عاديه خالص، وابتدي ان انا ابرمها بالشكل ده واقفل بيها الحله. ليه انا بعمل كده؟ عشان اضمن ان مفيش اي هوا يدخل وانا بسوي كسكسي في قلبي، عشان لازم الحله تكون مكتومه، يتسوى كويس على البخار بطريقه كويسه عشان يطلع معاكي زي الفل. خلاص. انتي طبعا لو عندك حلة كسكسي خلاص اقوم جاية مقفلة بقى كده المصفى على الحلة. تمام.
تتقفل كويس كده اهوت. وبعد كده اضيف الميه. طبعا انا ما قلتلكمش على المعلقه جوه في قلب الحله وانا قفلت عليها خلاص، استحاله انها تطلع. تمام. ليه انا بحط المعلقه؟ عشان كل ما الميه تنقص المعلقه هتفضل شغاله على النار، والميه بتغلي. اول ما اسمعش صوت المعلقه اعرف ان الميه خلصت خلاص. دي علامه بسيطه كده بذكرها بنفسي عشان ابقى عارفه امتى الميه نقصت معايا. وانا طبعا ما بسيبهوش وامشي، لازم تتابعي الكسكسي لانه بيبقى عايز متابعه. تمام. بعد كده هبتدي ان انا اجيب شاشه او اي ملايه تكون نضيفه عندك قديمه. انا ما كانش عندي شاشه وعندي ملايه قديمه حطيته فيه، فاي حاجه مشي حالك باي حاجه وتفرديه كده بالراحه خلاص، وتبتدي تقفليه كويس خالص. ويلا بينا نروح على النار نحطه. طبعا انا سبت الحلة اللي فيها المية على النار تغلي. بعد ما غلت المية وطلع البخار اتأكدت انها غلت كويس جدا، هبتدي احط الكسكسي عليه. هنا انا سبته على النار لمدة نص ساعة، وبعد كده بفتح عليه بشوف ايه الدنيا عامل ايه واخباره ايه. وانا هوريكم برضو معايا. بصوا، عايزه اقول لكم الكسكسي بسم الله ما شاء الله زي العسل زي الفل بصراحه. هبتدي ان انا بقى اطلعه كده بالراحه على كروانه، بس هو طبعا كان سخن مولع مش قادره ان انا اشيله. تمام. فهجيب حته قماشه عشان اشيله بيها، وهوريكي معايا اول خطوه فيه والتسويه بتاعته عامله ازاي. بصوا كده حبايبي، ادي الكسكسي نزلته من على النار. تمام. طبعا مش قادره اقول لكم هو عامل ازاي، اديكوا شايفين البخار فيه. هنزله كده في كروانه تكون بارده. تمام. واشيله كده بقى من الملايه عشان اهويه، لان انا كده لسه ما خلصتش، انا هرجع ارده تاني. تمام. عشان يطلع الحبايه كده جميله معاكي وخفيفه، واللي ياكل منك حبه كده يقولك ايه؟ يقولك ده طعمه زي العسل. خلاص. طبعا هو سخن مش قادره اقول لكم كمية البخار اهي، اديكوا شايفينها في الشاشة عاملة ازاي، ما كنتش عارفة اصور منه. بجيب مثلا اي قصقوصة او اي حاجة كده وابتدي ان انا افرده، لان مش قادرة بصراحة امسكه بايدي. خلاص. افرفره كده من بعضه واستنى عليه يبرد شوية، بحيث ان انا لما اجي ارده تاني اعرف اتحكم فيه، لانه طبعا سخن ملهلب زي ما انتوا شايفين. خلاص كده انا نزلته، وتعتبر دي الردة الاولى للكسكسي. خلاص. هبتدي بقى ان انا ارده مرة تانية. يعني ايه ارده؟ يعني هجيب السلك بتاعي او الديارة بتاعتي، وهبتدي ان انا انزل الكسكسي وافركه كده في المنخل السلك، عشان احاول ان انا انعمه اكتر واكتر عشان يطلع خفيف كده وحلو. كده انا برده حبايبي للمرة التانية، ومش هطول عليكم كتير في الفيديو. هرده ان انا هنزله كده زي ما انتم شايفين بالسلك، ويكون استهدى شوية وبرد معايا، وارجع لكم تاني. هنا رجعت لكم حبايب قلبي بعد ما خلصت كله. ادي الردة التانية. بصوا نزلت حبيبات. على فكرة في ناس بتاكله كده، بس انا بصراحة مش بحبه يكون حبيباته لا تخينة ولا تكون عاملة زي التراب. انا بحبه يكون عامل زي نازل معاكي كده زي الرملة، يبقى حلو كده وخفيف كده على المعدة، ما يبقاش تقيل، ما احسش ان انا لا باكل دقيق يعني ملكوم، ولا حاجة خفيفة عاملة زي التراب. خير الأمور الوسط. تاني ردة بقى حبيبتي، وانتي بترديه يا اما ترديه بمية يا اما ترديه بلبن. في ناس بترده بلبن وفي ناس بترده بمية. انا رديته بمية. تمام. وعشان اتاكد ان هو شرب مني الميه وبقى زي الفل، بتعملي الحركه اللي انا عملتها لك دي، تمسكي العجين بايدك وتضغطي عليه كده، ضغطي ضغطه وشفتيه بالشكل ده، يبقى كده الكسكسي جاهز معاكي لتاني رد. خلاص. برجع احطه تاني في الملايه واسويه كده بالراحه، بس ما بحطش في المرحله دي زيت. المرحله الاولانيه بس هي اللي حطيت فيها الزيت. خلاص. وهبتدي ان انا اقفله ونرجع احطه تاني على النار. قبل ما احطه على النار بتأكد الاول ان المية في الحلة ما نقصتش، ودي بقى فايدة المعلقة. ببتدي امسك الحلة كده هوت واشوف المية بتاعتي. لو المية بتاعتي نقصت ببتدي ازود حبة مية من فوق من المصفى كده بمنتهى السهولة. هنا انا حطيته على النار وسبته لمدة نص ساعة كمان،
وقلت ابص عليه لقيته لسه مستواش، رحت سايباه ربع ساعة تانيين. وكده الكسكسي بسم الله ما شاء الله، بصوا هتلاقوه بقى نفش معاكم وبقى خفيف عامل زي الريشة. تعالوا بقى كده نشوفوا جمال الكسكسي بتاعنا عامل ايه. بس انا اسفة والله، كان سخن مولع والبخار بصوا مغطي الكاميرا. بس والله العظيم لو مشيتي على طريقتي هتاكلي احلى كسكسي من ايدك. طبعا لو وصلتي معايا لحد هنا بالله عليك يا حبيبة قلبي فرحي اختك بلايك وتعليق حلو منك، او صلي على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. ربنا يجعل دايما بيوتكم عمرنا بالخير يا رب، وكل سنة وانتم طيبين. بعد ما خلاص استهدى معايا هتبتدي بقى تحطي عندك حتة زبدة، عندك حتة سمنة فلاحي، اي حاجة متوفرة عندك شغالة، سمنة عادية، ممكن تعملي خليط بين الزبدة والسمنة الفلاحي والسمنة العادية، اي حاجة مشي حالك باي حاجة وهيطلع زي العسل وزي الفل. طبعا هنا الكسكسي مستهدي معايا ولكن لسه سخن، فانا هحط عليه الزبدة. تمام، انا هحط هنا زبدة وهحط كمان يعني لو احتاج مني هحط سمنة، هنشوف هيحتاج ولا لا. تمام، وهبتدي اقلبه كده بالطبق. هنا احتاج معايا فزودته بسمنة. طيب لو انت عايزة بقى تخزني الكسكسي ما ينفعش تحطي له اي اقدام ولا تحطي سمنة ولا تحطي اي حاجة، هتعبيه بعد ما خلصتيه خالص ورديتيه الردة التانية هتعبيه حبيبة قلبي في اكياس تلاجة بعد ما يبرد، ما ينفعش تعبيه وهو سخن، وتحطيه في الفريزر، ووقت ما تعوزيه تطلعي منه وتاكليه بألف هنا وشفا. تمام، بيقعد عندك لمدة شهر ولا حاجة. هنا خلاص الكسكسي جهز معايا ونفش وبقى زي العسل. وخلاص كده بقى هنعبيه، عايزة تاكليه حادق بشوربة هتاكليه، عايزة تاكليه حلو. انا عملت حبة حادق وحبة ايه وحبة حلوين. هنا حطيت هزينه بحبة سكر بودر. تمام، المتوفر عندك بقى هتحطيه. انا عندي حبة سكر بودرة، وحطيت حبة جوز الهند، وحطيت حبة زبيب، وحاجة بقت نضيفة وزي الفل. واتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم بالله عليكي بالله عليكي يا رب تزوري النبي اللي تحطي لي لايك وتعملي لي كومنت حلو يفرحني، عشان انا القناة بتاعتي لسه صغيرة ونفسي انها تكبر بيكم. واشوفكم على خير بإذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.